السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا. قصة النهاردة دي حصلت بالفعل في فترة الخمسينيات، يعني من حوالي 70 سنة. القصة دي أنا سمعتها من 20 سنة. حصلت في مدرسة ثانوي، بالظبط في حمام المدرسة ثانوي، حمام البنات. القصة دي خلت الحمام ده مقفول لغاية ما المدرسة اتهدت واتمنى مكانها مدرسة تانية. اللي حصل في الحمام ده لبنت اتحبست فيه رعب محدش يتخيله، عشان تاني يوم لما يفتحوا الحمام ويتفاجئوا ان البنت دي موجودة فيه يشوفوا منظر حد كان هيموت من الرعب فعلا، ودرجة ان هو دخل المستشفى لما فتح الباب بتاع الحمام. القصة كاملة هتسمعوها، بس قبل ما نبدأ القصة بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وياريت كل اللي يسمع القصة يعمل شير ويبعتها لأصحابه وحبايبه. مدرسة قديمة. المدرسة دي أنا شفتها فعلا قبل ما تتهد، يعني شفتها وهي عبارة عن أوض مهدودة كده، ما كانش بيبقى فيها دراسة ولا أي حاجة. المدرسة دي كانت يعني سمعتها وسيرتها بين الناس إن هي مسكونة وبتخوف، وفعلا شكلها من بعيد كان يرعب، شكلها كان بيخوف. هي عبارة عن حجرات، أوض مترصصة جنب بعض وبعيد عن بعض، والأوض دي كلها كانت طينة، والسقف بتاعها كان واطي، والسقف عبارة عن البوص اللي هو السدة، البوص اللي بيبقى جنب بعض ومشبوك ببعضه، وفي بعض الغرف كمان ملهاش أي حاجة. المدرسة دي فضلت مهجورة حوالي 10 سنين لغاية ما اتهدت واتبنى مكانها مدرسة تانية. المدرسة دي كان في فترة الخمسينات كانت هي موجودة في المركز ده، ما كانش فيه أي مدارس ثانوي تانية. والمدرسة دي على فكرة خرجت دكاترة ومهندسين وناس عظماء كتير جدا. المدرسة دي بقى كله كان بيقول إنه بالليل بيسمعوا فيها أصوات، بيحسوا فيها بحركة، الناس كانت بتخاف تعدي من جنبها فعلا. يعني المدرسة دي كانت، وهي أصلا كانت في حتة متطوحة، فكانت الناس بتتجنبها، شكلها بالنهار أصلا يرعب ويخوف. لكن اللي حكت بقى القصة دي كانت طالبة في المدرسة. الطالبة دي كانت طبعا لما حكت لنا القصة دي كانت ست عجوزة رحمة الله عليها. بتقول المدرسة بداية القصة اللي حصلت إن هما لما كانوا بيدرسوا في المدرسة كان الحمام، يعني دورة المياه بتاعة البنات، لأن هي كانت مدرسة مشتركة. بتقول دورة المياه كان فيها 3 حمامات، بس كان في حمام منهم دايما مقفول. ال3 حمامات دول يعني كانوا بيستخدموا منهم 2 وباب مقفول بخشب من بره، مقفلينه كده خشبة ومدوق فيها مسامير ومتقفل خالص. وكمان كانت دايما المدرسات يقولوا للبنات اللي تروح الحمام ما تطولش ومحدش يقف عند الحمام كتير. وفعلا البنات كانوا بيقولوا دورة المياه دايما كانت ريحتها وحشة وكنا بنقرف ندخلها أصلا. فجت لدرجة ان كان في بنت كانت هربت من حصة، طفشت يعني مجموعة بنات مش كانوا عايزين يحضروا حصة المدرس، وراحوا استخبوا في الحمام ده. ولما المدرسة عرفت عنفتهم جامد جدا، وكان زمان بيبقى فيه عقاب شديد جدا في المدارس، وهي قالت لهم، هي كلمتهم، بتقول كانت بتكلم البنات بحب بخوف، قالت لهم انتوا مجانين، انتوا ازاي تقعدوا ساعة الا ربع او ساعة في الحمام ده ما ينفعش في اي حمام عادي، كمان تروحوا الحمام ده وتقعدوا فيه، انتوا مش عارفين ده انتوا ربنا نجاكوا، اوعوا حد فيكوا يدخل الحمام ده ويطول فيه، واوعوا تدخلوا اصلا، روحوا بيتكم، الوقت مش طويل يعني. فجم البنات ألحوا عليها ايه اللي حصل فيه ايه، انتوا دايما بتخوفونا من الحمام. فقالت لهم انا هقول لكم على القصة اللي حصلت في الحمام ده. كان في بنت اتحبست في الحمام ده في يوم،
البنت محدش عارف هي اتحبست في الحمام ده ازاي، بس هي تقريبا البنت في نهاية اليوم الدراسي دخلت الحمام، وجاء الفراش قفل الباب بتاع دورة المية من بره من غير ما يسأل أو يشوف في حد في الحمام أو لأ. بتقول عشان البنت دي تفضل مختفية يوم كامل، الدنيا اتقلبت عليها، قلبوا كل الدنيا عليها. اصحابها يقولوا احنا ما شفناهاش، اللي تقول دي يمكن راحت هنا، قلبوا عليها القرية والقرى المجاورة، ومحدش يعرف ان البنت دي محبوسة في حمام المدرسة. طبعا البنت لو كانت صرخت او ندهت محدش يسمعها، لان المدرسة في مكان بعيد، المدرسة كمان بجوار مقابر، ويقال ان المدرسة دي اصلا مبنية مكان قبور. البنت فضلت محبوسة في الحمام ده يوم بليلة، يعني المدرسة طلعت حوالي الساعة 1 أو 2 الظهر، البنت فضلت محبوسة من الوقت ده لغاية تاني يوم الساعة 8 الصبح. طبعا الفراش رايح الحمام بيفتحه زي العادة، فتح باب دورة المياه، طبعا كان مقفول بقفل من بره، فتحه وعادي داخل بيكب مية بيعمل. لقى عشان يفتح أول حمام يكب فيه مية طبعا كان مفتوح، وتاني باب الحمام كان مفتوح برضو، تالت باب اللي كان مقفول، الباب ده كان مقفول. فالفراش بيفتحه عشان يلاقي المنظر اللي يخليه يصرخ، والمدرسة كلها تيجي على صريخه ويلاقوه واقع. الناس أول ما دخلوا في الممر بتاع دورة المية لقوه واقع. في ايه في ايه يا عم محمد، مالك في ايه يا عم محمد؟ عم محمد مبرق ومبلم ومش بتكلم. الناس راحوا عليه عشان يتفاجئوا بمنظر البنت في الحمام واقعة ومبرقة وبقها مفتوح وعينيها، يعني عينيها مفتوحة وجحظة وخارجة لبره، زي ما يكون البنت دي شافت حاجة مرعبة محدش يتخيلها. البنت دي شافت ايه عشان منظرها يبقى بالرعب ده وبالخوف ده؟ البنت كان وشها أزرق، وكانت شفايفها دي بيضة، وشعرها ده كان منكوش، مع ان البنات في الوقت ده محجبات، البنات كانوا بيبقوا محجبات يعني في المدارس، وكمان دي في مكان في مركز ريفي. بيقولوا البنت كان شعرها منكوش او شعرها كان واقف، يعني هما بيقولوا البنت تقريبا كان شعرها واقف من الرعب اللي شافته. الله أعلم البنت دي شافت ايه خلاها بالمنظر ده. والبنت طبعا كانت ميتة على الوضع المرعب ده اللي ربنا ما يوريه لحد أبدا. طبعا أخدوا الفراش واتعمل أيامها مشكلة، يقال الله أعلم اتعمل مشكلة، لكن في الوقت ده كل القواضي والحاجات دي كانت بتخلص ودي، يعني ما كانوش بيلجأوا للشرطة ولا الحاجات دي، وطبعا كان بيخلص كل حاجة بتخلص ودي. ويقال من يومها إن الحمام ده اتقفل عشان الحادثة الفظيعة اللي حصلت للبنت المسكينة دي. الحادثة دي يقال إن هي حصلت في فترة الخمسينات في مدرسة قديمة في جمهورية مصر العربية. طبعا المدرسة دي اتهدت واتبنى مكانها دلوقتي مدرسة ثانوي في قمة الفخامة والجمال والتحضر. بتمنى القصة تكون عجبتكم، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.